المغرب هزم كبار العالم في تلك البطولة، أبرزهم أسبانيا بهزيمة مفاجئة وغير متوقعة الحقيقة. لكن المستوى كان، الهزيمة ما كانش حد متوقعها، إنما الأداء خلى الهزيمة منطقية. ويبدو إن تلك الهزيمة خلت بعض الجماهير الأسبانية شايلة من المنتخب المغربي جامد. ده خلى بعض العاملين في الفندق اللي موجود فيه منتخب المغرب الآن في مدريد يسخروا من لاعيبة المغرب وتناولهم وجبة السحور، والسخرية امتدت للمعتقدات الدينية. مدير الفندق على الفور أدرك خطورة تلك التصريحات العنصرية، طرد الموظفين واعتذر للمنتخب المغربي اللي الحقيقة فرض على الجميع انه يحترمه ويحترم عاداته وتقاليده ومعتقداته. ايه اللي بيحصل؟ استعدادات ومباراة ودية بتاخدها منتخبات العالم في الفترة الحالية، منهم المغرب، للعب ماتش ضد البرازيل، وكان أول منتخب عربي يفوز على البرازيل، فاز عليها 2-1 في طنجة. احنا عملنا ماتش جامد قبل كده مع البرازيل الحقيقة، منتخب مصر، أعتقد عدد كبيرة من حضراتكم فاكرينه، ماتش تاريخي، لكن خسرنا. هم أول حد يفوز. فاز المغرب عليهم 2-1 في طنجة يوم الأحد اللي فات، أول امبارح. المغرب بعد الفوز ده بالمناسبة زي ما قلت لك أول فريق عربي وتاني فريق إفريقي يفوز على البرازيل بعد الكاميرون. تاني فريق إفريقي بعد الكاميرون وأول فريق عربي. المهم المغرب سافروا لمدريد العاصمة الإسبانية عشان يستعدوا لخوض مباراة تانية قدام المنتخب البيروفي. لكن اللعيبة تفاجئت بسلوك غريب جدا وهم في الفندق اللي مقيمين فيه في مدريد. عامل فندق في مدينة مدريد زي ما حضراتكم شايفين نشر على حسابه في انستجرام تعليقات عنصرية ضد لاعبي منتخب المغرب. قاعد يقول لك انا اضطريت اشتغل في وقت متأخر بالليل عشان اخدم منتخب المغرب اللي بيتسحروا يعني. قال لك احنا بنخدمهم في رمضان بسبب معتقداتهم الدينية، وقعد يسب ويشتم بعض اللعيبة. انا ما بحترمش رمضان ولا سخافة رمضان، وقاعد يقول كلام من هذا النوع. الدنيا اتقلبت في اسبانيا بسبب الكام ستوري دول اللي الموظف نزلهم. انت عارف لقد بين اسبانيا والمغرب شديدة الخصوصية والحساسية. اسبانيا بتحتل جزيرتين، اعداد المغاربة رهيبة جدا في اسبانيا. الغاز المغربي، قصص كتيرة حضرتك. بعد الستوري اللي نزل ده الحقير ده بتاع الموظف، جماهير المغربية اللي موجودة في مدريد يعني أعداد كبيرة جدا راحت للفندق وعملت زحمة وضغط كبير جدا هناك. الموضوع قلب الدنيا أكتر، وبدأت الصحف الأسبانية تكتب عنه وتندد بما يحدث، وبدأت تكتب على الفندق وازاي يحصل حاجة زي كده خاصة مع منتخب المغرب. ده الصحف الاسبانيه اللي بتقول لكل العالم، انظار العالم تتجه ليه بعد ادائه الرائع في كاس العالم. اداره الفندق على الفور ادانت تلك التصرفات. ندين تصرفات هؤلاء الموظفين. مؤكد اننا نحترم لاعبي المغرب وشهر رمضان وشعائر المسلمين. المتسببين فيما حدث سيكونون تحت تصرف الشرطه. اداره الفندق اصدرت بيان باسم واحد من المسؤولين، وطلعت واحد من المسؤولين في الفندق عشان تمتص غضب المغاربة مسلم، ليوجه اعتذار للمنتخب المغربي وللعالم الإسلامي على تلك الكلام حقيقة يعني سيء جدا. وطلع المسؤول المسلم قال لك بصفة الشخصية أنا عربي ومسلم وبحتفل بشهر رمضان زي العديد من الزملاء في الفندق، ولهذا السبب نشعر بالأذى مثل أي مسلم آخر في العالم. إدارة الفندق لم تكتفي بهذا عشان تبرأ نفسها من الموضوع تماما وتثبت أنه بعيد أشد البعد عنها. قالت إن اللي عملوا التصرفات دي مش موظفين رسميين في الفندق يعني بص بصراحة، لكنهم بيشتغلوا وقت الحاجة ليهم في وقت الزحمة والضغط. وقررت إدارة الفندق رفض الموظفين اللي تسببوا بتلك الواقعة ووضعتهم تحت تصرف الشرطة للرد على جرائمهم. الحدث ده يعتبر جريمة. دي اللي ذكرته صحيفة الأسبانية. الموضوع ما وقفش عند طردهم من الشغل. الشرطة الأسبانية قبضت على العامل تحديدا اللي عمل الستوري،
وجهت له اتهامات بارتكاب جرائم كراهيه. مدير الفندق هو اللي بلغ عن العامل مش المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ما بلغش عنه، اللي بلغ عنه مدير الفندق، لان الموضوع كبر جدا يا جماعه. متحدثه باسم شرطه بلديه مدريد قالت ان المواطن الاسباني اللي عنده 27 سنه اوقف في الفندق يعني اتقبض عليه منتصف ليل الاحد، ويواجه اتهامات محتمله بارتكاب جرائم كراهيه. اسبانيا بتتعامل بكل حذر مع اي حاجه تخص الملف المغربي والمغاربه للاسباب سالفه الذكر اللي قلتها لك. اضف الى معلوماتك تحدثنا بده برضو ان المنتخب المغربي انضم الشهر اللي فات لاسبانيا والبرتغال في ملف مشترك لاستضافه مونديال 2030. فالموضوع مش محتمل اي دبدبه في التوتر في العلاقات مع المنتخب المغربي في الوقت الحالي يعني. اللي لفت انتباهي في هذا الموضوع اللي بختم معاه حلقه اليوم مع حضراتكم تقدير والاحترام اللي وصل ليه منتخب المغرب حقيقه، وبقى يجبر الجميع انه يحترمه ويحترم عاداته وثقافته ومعتقداته. تاثير كاس العالم الاخير في قطر حقيقه والانطباعات اللي سابها عن المسلمين والناس اللي اقتربت بشكل كبير جدا، وازاي تم احترام ثقافه المسلمين وادانه اي اساءه ليهم، وخصوصا في مجال الكوره. بتكلم على الانديه العالميه الكبرى في شهر رمضان السنه دي والجمهور المسلم بتاعها اللي ادرك مدى قوته وتاثيره. دي اوعى تستهونوا بتلك التاثيرات وتلك التوابع. تعامل المغرب واللعيبه مع هذا الواقع، مع تلك الواقعه، كان راقي ومحترم حقيقه. جيل مميز لأسود الأطلس حقيقة، يعني جيل مميز جدا ويستحق كل الاحترام. أذهب أخيرا عن ناخد الفقرة دي تمام. لسه في المغرب العربي والتوتر عنوان المشهد في المغرب العربي. توتر بين الجارتين المغرب والجزائر بيدفع ثمنه الشعبين الشقيقين في الجيرة واللغة والدين والثقافة. بعد ما كان في حديث عن بصيص من أمل حول عودة العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، توتر جديد بيفجره تبون بعد ما قال إن العلاقات مع المغرب وصلت لنقطة اللا عودة. تبون كان بيتحدث عن العلاقات المغربية الأسبانية وبيقول لك فجر كلام على عهدته يعني عن جهل ملك اسبانيا وبرلمانها وحكومتها تعليقا على استقلالية الصحراء. قال لك ده كان قرار فردي. اخر ابعاد التطور المستمر بين المغرب والجزائر وكيف وصلت الامور طبقا لتصريحات تبون لنقطة اللا عودة.